رغم إن نادي نهضة بركان هو الخسر قدام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الموسم الفات وما أخدش مليونين دولار مكافأة الفوز بالبطولة زي الزمالك، أو ما أخدتش مليونين دولار من موسم الرياض بتوع السوبر الإفريقي زي الزمالك، ولكن في المقابل هم حافظوا علي الأعيبة، والمدرب بتاعهم مفيش غير يوسف الفحلي اللي راح الجيش الملكي بعد نهاية عقده مع بركان وقدروا يعوضوه. اشتروا لعيبة جديدة كويسة بمبالغ بسيطة في المراكز هم محتاجينها. عندهم استقرار مالي رغم إن مفيش رجال أعمال عندهم، والكلام العبط اللي بيحصل عندنا ده. وكمان عندهم منافسين كتير زي الجيش الملكي والوداد والرجاء والفتح. انت كزمالك مفيش منافسين غير الأهلي وبيراميدز آخر 3 سنين، وانت الزمالك اللي المفروض واخد فلوس أضعاف النهضة بركان خدوه، ولكن ما قدرتش تحافظ عليا لاعبتك ومدربك، ولا حتى عملت ميركاتو كويس وسببت سكوادك ملط بالشكل ده. هم أخدوا الدوري المغربي وكمان هيوصلوا نهائي الكونفدرالية وهياخدوها بسهولة، وخصوصا بعد فوزهم علي قسنطينو 4-0. يا راجل تخيل إنهم فازوا علي فريق سيلينتبوش اللي طلعك 5-0 في دوري المجموعات، والفريق المتواضع ده طلعك من ربع النهائي، وكمان طلعت من كاس الرابطو، ودلوقت انت تالت الدوري. ده الفرق بين إدارة بتحب ناديها وبتفكر وتخطط صح، وإدارة سماسرة جعانة جايين يعملوا مصالح ويستفادوا من اسم الزمالك